سهرة مع الكاتب السوداني الطيب صالح. طيب، في الأول أحب أنك تقدم نفسك للمستمعين. أولا الطيب محمد صالح، ولدت في كرمكول في مركز مروي في المديرية الشمالية. أكسب عيشي بالعمل في هيئة الإذاعة البريطانية وأكتب من حين إلى آخر. عمرك كم سنة؟ 40 وشوية يعني. طيب، دايرين نعرف كيف مشيت لندن وبدأت عملك في البي بي سي. والله بطريقة الصدفة مشيت هيئة الإذاعة البريطانية سنة 53 كان بتعلن عن ناس. أنا أيام كنت في بخت الرضا في معهد التربية، وبعدين ما كنت مفكر أبدا إنه الإذاعة تصبح مهنة بالنسبة لي، وما كنت أبدا أعتقد بأنه أنا أصلح للعمل الإذاعي. وبعدين قدمت وقبلت. صديقي الشاعر الدبلوماسي صلاح أحمد أيام كان يتدرب في الإذاعة البريطانية، مبعوث من هذه الإذاعة، وكنت بتمرن معه في أول أيام. وكما ذكر فيما بعد في مقابلة صحفية له، اعتقد هو واعتقدت أنا بأنه أنا اخترت طريق خاطئ الحقيقة، وجربت يعني أرجع. وبعدين شوية شوية اكتشفت يعني قدرة لا بأس بها في مخاطبة الناس في الميكروفون، واستمرت الحكاية لحد دلوقتي. طيب، عايزين برضو نعرف بيتين يعني بديت تكتب. الكتابة كمان أيضا مثل العمل الإذاعي لم تخطر لي على بال، لم أفكر يعني في الفترة الواحد كان يفكر فيها يبقى شنو. ما كنت أفكر أصبح كاتب، وده لعله بتأثير البيئة، لأنه نحن من بيئة في السودان على وجه العموم تحترم أشياء محسوسة، أشياء تتعلق يا بالسلطة أو مهن مثل الهندسة والطب والزراعة، حاجات يعني نتائجها واضحة. لكن زول يكتب شعر أو قصص يعني الناس ما بتعتبرها شغل. والواقع تستغرب إذا قلت لك إنه هذا الإحساس يلازمني إلى الآن وأنا أكتب. يلازمني هذا الإحساس بأنه هذا العمل ما له فائدة يعني. ودي من العقبات الواحد يحاول أن يتغلب عليها. فبدأت الكتابة. كتبت أول قصة لي في لندن أول ما مشيت لندن، اللي هي قصة نخلة على الجدول، وكانت عبارة عن نوع من نجوة شخص يحن إلى بلده. وبعدين عرضتها على صديق فلسطيني اسمه معاوية الدرهلي، كان كاتب كويس. هو كان يريد أن يصبح كاتب قصة. الواقع هو الآن إداري كبير في شركة النفط العراقية. الراجل ده اتبسط جدا منها وأذاعوها ونشروها. بعدين تركت الكتابة بعد كده 7 سنين لم أكتب أي حاجة. 7 سنين. أفتكر أنا نقطة التحول الحقيقية هي قصة دومة وتحامد. كتبتها هنا في السودان سنة 60 في البلد، كنت في البلد وكتبتها. بعدين صديق لي اسمه دينيس جونسون ديفيز مستشرق يتبسط منها وترجمة وأرسلها إلى مجلة اسمها إنكاونتر، مجلة أدبية كبيرة يعني. فالجماعة قبلوها، ولقيت إنه يعني الموضوع ده ما بطال يعني. وبعدين شوية شوية الواحد بقى كاتب يعني. طيب، ده بجرنا للكلام عن حاجات يعني اللي ورا شوية. بمجرد وصولك لإنجلترا، إيه الحاجات اللي لفتت نظرك بسرعة؟ والله يا أخي الزمن طال، لكن أذكر الضياع، لأنه الواحد هنا كان عايش في مجتمع متداخل. يعني الواحد عمره ما عاش بمفرده،
فأول ما مشيت سكنت في هوستل يسكن فيه العاملين في البي بي سي لحد ما يجدوا مساكن. لقيت نفسي في يويضة كده براي. وبعدين الناس ما بيكلموك إلا إذا كلمتهم، يعني تلقى نفسك مواجه نفسك براك يعني. وتلقى بلد كبيرة وطقس مختلف. مشيت في شتاء كان صعب جدا بتاع سنة 53 ده مشهود يعني. ده الانطباع اللي أذكره لأول وهلة. أنا هتدخل الحقيقة وشايف الكلام، الكلام بسعة كتير وسهرة كثيرة، فأفتكر ننتقل إلى موضوع الأغاني. أظنك برضو زي ما متشوق أنا تجي السودان، متشوق برضك تسمع بعض الأغاني، ومتشوق برضو بعض الناس. أيوة جدا جدا. هاي فنديك مجال أن تختار أغنية وتقدمها إلى المستمعين قبل ما نواصل هذه السهرة. والله شوف، لو اتكرمت وسمعتوني النعام يغني أي حاجة، لكن قول فرع علبان. النعام ده من جنتي، ده بلد جنبنا، جنتي جنب شعبي برضه ناس سهلنا. وأنا أعتذر يعني على هذه الإقليمية، لكن في الطنبور بتاع النعام نبرات غويصة عميقة بتصير فيها أشجان كثيرة جدا. لو اتفضلت بالغنوة دي أكون شاكر يعني. جدا. ظلمت البلد بأيام غيابك. واضح جدا أنه كثير من القصص اللي أنت كتبتها بدءا بدومة وتحامد مرتبطة ارتباط كبير جدا بالقرية اللي أنت عايش فيها، برغم من أنه يعني مع وجودك في الخارج. وهل أنت بتعتقد أنه يعني ارتباطك بالأرض اللي هي طبعا مؤكد أنه وتحامد فيها أصداء كثير جدا وانعكاس للقرية اللي أنت عشت فيها في الشمال، وأنه إحنا بنعيش هنا في السودان حياة جماعية، يعني لأي حد أنت ترى أنه العاملين أثروا في كتاباتك، هل هو مجرد حنين يعني من الخارج ولا هو ارتباط آخر؟ كل كاتب، أنا أعتقد الفن في أغلبه ينبع من الإحساس بالفقد، بأنه في حاجة غالية الواحد ضيعها، والواحد لا يكتشف هذا الضياع ومداه إلا لما يبعد منه. أفتكر الحياة في قرية في المديرية الشمالية بالذات بتصبغ الإنسان بصبغة عميقة لأسباب غامضة، لكن جايز أنه الحياة تبدو في الكلمة الإنجليزية في مايكروكوزم، يعني عندك حتة الأرض، النيل ذاته يبدو، أنا دائما أشوفه دلوقتي كأنه شيء غير حقيقي، كأنه حلم. وبعدين في الصحراء وفي حتة الأرض المزروعة وفي نهاية الحياة واضحة جدا جدا جدا. وده إحساس يمكن كمان قريب من الإحساس اللي فجر الشعر العربي في الأول، إحساس البادية وعوامل العدم غالبة. ده أنا حاولت أوضح ده شوية أكثر في الرواية الأخيرة في بندر شاه. الحياة تبدو بالمقارنة لعوامل العوامل التي تستطيع أن تمحو الحياة شيء غريب وغير واقعي. فالتعايش مع بيئة زي البيئة في إنجلترا اللي هي على النقيض من ذلك، لأنه الشخص يجد نفسه معتمد على إمكانياته الداخلية. فالكتابة فيها معنى المناجاة، فيها معنى الحنين، وفيها أيضا اكتشاف الشيء الذي فقده الإنسان أو يوشك أن يفقده، وإدراك أعماق ما كانت واضحة لما الواحد كان موجود في الوسط. أنا الحقيقة كنت عايز أعرف هل في حاجة محددة أنت بتنطلق منها، عايز تقول حاجة محددة للناس؟ بهذه المناسبة إنه دومة وتحامد هي أصدق ما كتبت إلى الآن.
لم أجد النتائج التي خلصت إليها في القصة دي إنها خطأ. طبعا أنا أريد التغيير، لأنه في فترة طفولتي الحياة في المديرية الشمالية كانت قاسية جدا جدا. أنا مثلا اتعلمت المدرسة الأولية والابتدائية في بورسودان، مش في المديرية الشمالية، لأنه في طول هذه المنطقة كان في مدرسة في مروي ومدرسة في تنقسي، كان في مدرستين فقط مدارس أولية. بعدين كان يبدو لي بأن الإنسان في هذه المنطقة متروك لعوامل الطبيعة، ما في أي عون يتلقاه من الحكومة، من السلطة. وشفت أنا الأرض، الناس كيف في سنوات مثلا النيل ما يفيض يغطي الأرض، الحياة تصبح ضنينة وصعبة. في سنوات الناس يهاجروا، السواقي تتعطل. يعني كان واضح جدا ما يسمى الآن بعوامل التخلف في البلاد التي تسمى مجازا الآن البلاد النامية، الواقع هي البلاد المتخلفة. يعني لا تجد مثال أوضح ولا أعمق لضعف الإنسان إزاء عوامل الطبيعة مما كان تجد في هذه المنطقة. بالإضافة إلى أن الإنسان كما عرفت أنا إنسان قيم جدا جدا، في طاقات واضحة جدا بأنها إذا أتيحت لها أي مساعدة تتفجر في قوة خلاقة وعظيمة. فأنا مدفوع يمكن دي الضريبة إذا كنت أؤدي أي خدمة الآن، يمكن دي الخدمة التي أؤديها، بأنه أنا أحاول أن أقول بأن التغيير لا بد منه، وأنا مع عوامل التغيير. لكن طبعا بعد كده بتجي تفاعلات أخرى، المشاكل اللي بيعملها التغيير. التغيير دايما كمان له ضريبة. يعني في القصة الأخيرة أنا عاوز أقول بأنه التغيير مش لعبة، يعني الناس يعملوا التغيير وكأنه ما حصل حاجة، طوال ينتقلوا من مرحلة شقاء إلى مرحلة بؤس. في أشياء تضيع أيضا، فأنا عاوز أنبه إلى هذه الأشياء التي تضيع أيضا. إذا كان ممكن التغيير والاحتفاظ بالأشياء القيمة اللي عندنا يكون ده غاية المنى. هو دي أوضح يمكن في بندرشاه.